السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت ريل لشخص ما أنا ما أعرفوش. لكن يعني المفروض إن هو يعني بيتكلم في التربية، فمش عارفة بيتكلم على أساس إن هو متخصص يعني ولا إيه. المهم الفيديو بالظبط بيقول كالآتي: بيقول أنت كأم أو أب أهم سؤال في حياتك إنك تسأل ابنك أول ما تشوفه كل يوم أما يرجع من المدرسة. السؤال الأهم على الإطلاق هو إنك تسأله غلطت في إيه النهاردة، عملت إيه غلط النهاردة. تمام. وبعد كده بيقول ان ده سؤال تربوي واساسي وما ينفعش تستغنى عنه في ولا يوم من ايامك، وان ده مهم جدا جدا جدا. تمام. وبعد كده الكلام اللي بعد كده في الريل بيقول ان ده مرجعيته التربويه، يعني بيقول تربويا ده علشان يخلي الولاد يعترفوا باخطائهم ويخلي الولاد متصالحه مع فكره انه بيغلط وقال شويه كلام هو لا يمت صله بالتمرين. فانا الحقيقه مش عارفه هو ايه المرجعيه التربويه للشخص اللي كان بيتكلم، ومعرفش ايه المدرسه التربويه اللي بتقول ان لما اسال ابني بشكل مباشر عملت ايه غلط النهارده ده هينمي عليه الحاجات اللي قالها. على العكس تماما، كل المدارس التربويه في علم النفس او في التربيه بتنفي تماما، بتنفيه تماما تماما. يعني حتى انا واثقه مليون في الميه ان مفيش مدرسه تربويه واحده هتقر هذا التمرين. اكيد ده اجتهاد منه او حاجه. تمام. ليه لا؟ عشان بالظبط الاسباب اللي قالها، ان الاسباب اللي قالها هي بتنفي حدوثها مع ان انا اسال ابني انت عملت ايه غلط النهارده. فيبقى هو حرفيا كان قاعد كده وراح عامل كده هو انه بيمثل يعني، وقال ها عملت ايه غلط النهارده. فازاي ان انا اسال طفل انه عمل ايه غلط النهارده ويبقى ده سؤال اساسي في يومي معاه، ده ينميه ان هو يعترف بالغلط؟ ازاي؟ باي منطق يعني؟ لما اسال ابني بثقه قوي انت عملت ايه غلط النهارده، مش هخليه يتكيف مع فكره الخطا قد ما اخليه يتكيف مع مفهوم ان انا متوقعه منه انه يعمل الغلط. تمام. ده غير ان اخليه يركز على السلبيات حياته، وخليه يبص دايما الامر على انه جلد ذات ويفضل عنده اوفر ثينكينج بقى وطول الوقت بيفكر، وكاني بزرع كده زرع فيه وبروي فيه بقوه انه يكون مضطرب، انه يكون عنده مشاكل ومشاكل عميقه مش سهله. تمام. الاصل في التربيه، وجايز التربيه الايجابيه من المدارس اللي عملت ده بقوه من ساعه ما درستها في شخصيتي يعني، ان هي ما بتفرقش ما بين كبير وصغير فيما يخص المبادئ الاساسيه. يعني ما تفتكرش ان ابنك شخص اخر غيرك، هو بني ادم زيك. ففكره ان انت تخيل وانت كبير كده، انا كبيره اهو عاقله وناضجه ومش اي حد ياثر فيا، فاتعامل مع مديري في الشغل مثلا، او اتعامل مع ابويا، او اتعامل مع اخويا او اي شخص ليه سلطه ما عليا، بانه كل ما يشوف وشي اول سؤال يساله لي عملتي ايه غلط النهارده. تفتكر ده هينمي في شخصيتك ايه وانت كبير وعاقل وعندك مرجعيتك وعندك معالجتك وافكارك وشخصيتك وكل الكلام ده؟ حاجه ايجابيه؟ مستحيل. مستحيل. ما بالك بقى بطفل ما عندوش بقى تكوينك واستقرارك النفسي المفروض يعني، وادائك الفكري المفروض انه تكون علشان انت كبير. طفل صغير ازاي لما اقابله يبقى سؤالي الرئيسي ليه عملت ايه غلط النهارده؟ تمام. ليه ما يكونش احكي لي عن يومك بشكل عام بندردش، وانا احكي عن يومي واقول له ده انا ركنت غلط وحصل كذا ومش عارف ايه، فيستشف من كلامي اعترافي بالاخطاء. او العكس، او ان انا حصل لي موقف لطيف وحد اداني شوكولاتايه، ولا اديت لي مش عارفه مين وردايه، ولا حصل ايه، فيبقى حاجه ايجابيه. من انهي منطق ان يبقى التركيز على الخطا هو امر تربوي؟ فهو اكيد قولا واحدا امر غير تربوي، ومش صح ان احنا نركز على الخطا. والحقيقه انا شايفه الناس اللي ليها صبغه تربويه في كلامها اخطر من الناس العاديه اللي بتتكلم في التربيه. يعني انا بشوف بلوجرز بيتكلموا في التربيه بثقه كده، وتقول لك انا بربي ابني ما اعرفش ايه، وممكن تقول حاجات غلط يعني. طبعا كلنا بنغلط، انا بغلط وهي بتغلط وكل البني ادمين بتغلط عادي. تمام. وبنغلط في التربيه وبنبقى متخصصين وبنغلط برضو عادي. لكن الفكره انه بيبقى ايه، يستثنى فيها او يعني سماح يعني، واحنا بنتفكر فيها ان هي شخص عادي وبيتكلم في التربيه. لكن لما يجي شخص يدعي التخصص التربوي ويتكلم في التربيه، الامر بيبقى اكثر خطوره، لان الناس بتعتقد قد يعني، رغم كل التعليقات كانت اعتراض عليه يعني، لكن الناس قد تعتقد انه ان في حاجه في التربيه بتقول كده، او ان في حاجه في علم النفس بتقول كده، وده كلام غير سليم. ما تركزوش على الاخطاء، بنركز على الايجابي اكتر، وبنتقبل الاخطاء المثاليه مجذوبه فيك ومجذوبه في عيالك. لا انت اب مثالي ولا عيالك ابناء مثاليين.
تمام، اتقبل اللامثاليه في نفسي واتقبل اللامثاليه في عيالي، واركز على الايجابيات واركز على المشاعر الايجابيه والسلبيه. يعني لما يعرض ابني مشاعر السلبيه برضو مرحب بيها، لان كلها امور حياتيه طبيعيه تحصل في البني ادمين. ونركز كلنا احنا بنسمع المعلومه اصلها من مين وايه هو تخصصه، وما نتكسفش نسال لا على تخصص الشخص اللي بيدينا المعلومه ولا على مصدر المعلومه، اقول له ايه مصدرك في ده، او ايه اساس ده، او ايه المرجعيه العلميه لده، او ايه المدرسه النفسيه اللي بتاكد على كلام حضرتك، علشان المعلومات موجوده لينا كلنا ومتاحه لينا كلنا على النت بسهوله. فوالله يقول لك ده تبع فرويد، فنسال بقى، نعمل سيرش كده ونكتب فرويد والاعتراف بالخطا مثلا، تمام، او التركيز على الخطا، ونشوف هل فرويد قال الكلام ده. هيقول لك ليه علاقه بادلر، طبعا ده غلط، بس يعني مثلا فاكتب انت ادلر والتركيز على الخطا، ونشوف هل ادلر قال كده في الاعتراف بالخطا، ونشوف الدنيا فيها ايه. المعلومات مش بعيده عن حد فينا دلوقتي بسبب سهوله الحصول على المعلومه من الانترنت، لكن الاخطر ان احنا نستسهل المعلومات اللي بتيجي في الفيديوهات، فبالتالي يبقى بعضها خاطئ وخطير لهذه الدرجه. شكرا لكم، ماجدة عمار، احنا بتوع تربيه.